ثم سيعود معنا في آخر الحلقة. وتنذكركم أحبائنا الكرام ما زال في جعبتنا الكثير. هناك حاضر معنا الفنان محسن جمال غادي يكون معنا كذلك في حلقة اليوم، ثم كذلك الفنان خفيف الظل عبد العالي الغاوي كذلك حاضر معنا اليوم. لكن اللحظة أيها الأحباء غادي نستقبلوا جميعا فنان يأتينا من الشقيقة البحرين، تعرفنا عليه خلال طبعا مهرجان الأغنية العربية اللي كيتقام كل سنة وكتنظم طبعا النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة. فنان البحرين بالمناسبة فكيتبعونا وتنحيوا كل الناس هناك اللي كيتبعوا سهرانا معاك الليلة. طبعا بلد البحرين ياما أعطى من الفنانين. اليوم سيحضر معنا الفنان حسين أسيري. تشغلك كلمات من حاسد، ترى ما همني فيهم ولا واحد. صحيح انك تشوف احباب من حولي، ولكنك وسط قلبي رقم واحد واحد. انت في قلبي انت رقم واحد واحد، ولا واحد يقدر ياخذك مني ولا واحد. دلالك يغلى خلاني على عيني، هوى سنيني تراك ولا أبي ثاني. هوى سنيني على عيني، دلالك يغلى خلاني على عيني عيني. هوى سنيني تراك ولا أبي ثاني. هوى سنيني أنا والله هويتك بين خلق الله، وهبتك ورد عمري ونرجس وفله. هنا يبقى معك طول العمر كله، ونعيش اثنين بس احساسنا واحد واحد. رقم واحد انت في قلبي انت رقم واحد رقم واحد، يقدر ياخذك مني ولا واحد. شوف الروح بحضانك تعالى، ما أنا حاضر ولا يردك سوى لسانك. أنا حاضر تعالى مر تشوف الروح بحضانك تعالى، ما أنا حاضر ولا يردك سوى لسانك. أنا حاضر بعد روحي وهوى عمري ودفى حبي، يا أجمل فرحة تملي علي دربي. أنا كل ما لقيتك يبتسم قلبي، ويصبح نبضي
اهلا بك حسين اسيري، مرحبا بك معنا، تفضل تفضل. طبعا تصفيقات مرة أخرى لحسين اسيري. بحب هذه الكلمة كثير. طبعا. الله عليكم. اهلا بك. اهلا بك استاذ امان. مرحبا بك معنا اليوم في سهرة معك الليلة، وكما ذكرت فمن خلالك نحيي كل الجماهير اللي كتشاهدنا وكتابعنا كل سبت في المملكة الشقيقة، المملكة البحرين. انا والله اولا سعيد جدا ان انا موجود في بلدي الثاني المملكة المغربية، البلد اللي احبها حب، الكل يعلم طبعا هالشيء. وثانيا سعيد جدا اني موجود اليوم في برنامج سهران معك الليله، البرنامج ايضا اللي انا احبه، هذا البرنامج الرائع مع المذيع الرائع مع الفرقه الرائعه والجمهور الرائع. بالفعل يعني شيء يشرفني صراحه. الله يبارك فيك. طبعا حسين اسيري كما ذكرت فنان بحريني، حضر في مهرجان الاغنيه العربيه اكثر من مره، له في الرصيد ديالو 3 ديال الالبومات، ثم كذلك ازيد من 4 ديال لي فيديو كليب، ومسؤول في القسم الاعلامي في البحرين. على اين هذا الكلام كله غنتعرفوا اكثر واكثر. سمعنا الاغنيه الاولى اللي العنوان ديالها رقم واحد. رقم واحد. يعني ان حسين اسيري هو رقم واحد في البحرين. لا والله دي كل شيء انا احبه اقول عنه هو رقم واحد في قلبي. نعم. اقدر اقول عن المغرب حبي للمغرب رقم واحد في قلبي. اقدر اقول يعني اي شيء الانسان يحبه، مثلا هوايه يحبها، هي الهوايه رقم واحد اللي في قلبي. في ناس مثلا يشوفون انه مثلا لا عنده كذا سياره، هاي السياره رقم واحد في قلبي، او هذه الهوايه يعني رقم واحد، كلمه مدح، فحبيت اني اعملها اغنيه فعملناها اغنيه. طيب مع من كتعامل من خلال يعني الكلمات والالحان؟ في اول البومين انا تعاونت مع كل الالحان والشعراء كانوا بحرينيين، يعني في الالبوم الثاني اللي راح ينزل، اللي نزل طبعا، ثالث البوم دابل، الالبوم الرابع اللي راح ينزل، تعاونت مع ملحنين من السعوديه، الفنان حسن عبد الله، تعاونت مع فنانين من الكويت، من الشعراء ايضا من الكويت ومن السعوديه، فمن الخليج كنت اتمنى ان اتعاون مع شعراء وملحنين من المغرب. ان شاء الله ربما هتجيك الفكره، بما انك انت موجود معنا ربما تجيك فكره وتلاقى هذه الايام حدك هنا في المغرب، تلاقى مثلا مع فنانين ملحنين كتاب كلمات. وفي مشروع عموما ان شاء الله قريبا، يعني ما بعلن اسمه، ولكن قريبا ان شاء الله راح يكون في هناك عمل. نعم ان شاء الله. حسين اسيري، طبعا كذلك كاين جمهور، بعض الناس تعرفوا عليك كذلك من خلال احد البرامج على الفضائيات، برنامج اعتقد نجم الخليج. فشنو كان الدور ديالك بالضبط؟ في برنامج نجم الخليج انا كنت ادرب المتسابقين الموجودين في البرنامج.